الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن العبد في هذه الحياة الدنيا معرض لبلايا مختلفة ومتنوعة، لأن الله جل وعلا يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. والمؤمن معرض لهذه البلايا، وفيها من الحكم العظيمة، ومن ذلك 3 حكم أيها المسلمون، ففيها تنبيه من غفلة وتكفير لسيئة، وثالثتها رفعة للدرجات في الجنة. فيجب على المؤمن إذا حلت به البلايا أن يصبر وأن يحتسب يا عباد الله، فإما أن يذهب عنه البلاء، وإما أن يحصل على هذه الحكم العظيمة. ولذلك فإنه لا يجوز للإنسان مهما عظم به البلاء أن يقتل نفسه أو أن يعرضها للتهلكة. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واعلموا رعاكم الله أن من إلقاء اليد إلى التهلكة أن يأخذ الإنسان بنفسه في سفر مخوف. ولا يخفى عليكم عباد الله ما صرنا نسمعه في وسائل الإعلام المختلفة من حوادث تقع في البحر بسبب السفر في زوارق صغيرة يعرض فيها أصحابها أنفسهم للتهلكة، ولعل الواحد منهم يموت فيقتل نفسه والعياذ بالله. هذا من إلقاء اليد إلى التهلكة عباد الله. فبغض النظر عن سبب السفر الذي هو في الغالب نتيجة ضيق المعيشة من فقر وبطالة، وبغض النظر على أن هذا السفر محرم معاشر الكرام، لأنه سفر للإقامة في بلاد الكفر لغير حاجة بل لأجل الدنيا فقط معاشر المسلمين، إن ركوب هذه الزوارق التي يقطع بها أصحابها البحر للوصول إلى بلاد الكفر عصيان لله جل وعلا، لأن المرء يعرض نفسه فيها للتهلكة والموت والعياذ بالله، خصوصا إذا كان البحر هائجا أو أعلم بأن البحر سيهيج. فيتأكد الأمر هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركب البحر عند ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. رواه الإمام أحمد. إن ركوب هذه الزوارق من بعض شبابنا عباد الله يعد عصيانا لله جل وعلا، فإنه وإن وصل إلى مقصده فلا يسلم من عقوق للوالدين في الغالب. فكم من شاب سافر في هذه الزوارق وترك أمه مكلومة متحيرة من حاله، قد عصى الله جل وعلا وما بر والديه فعقهما. فهل يستوي حال هؤلاء مع حال رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قال: أوالداك حيان؟ وفي رواية: أمك حية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. وفي رواية قال: فالزم رجلها فثم الجنة. هذا رجل عباد الله يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فما أذن له صلى الله عليه وسلم، لأن الجهاد لا يتعين عليه معاشر الكرام، بل أمره ببر والديه وسماه جهادا. فهل يستوي هذا عباد الله مع بعض شبابنا الذين يركبون هذه الزوارق لأجل الذهاب إلى بلاد الكفر، يعرضون أنفسهم للتهلكة ويعقون آباءهم، الله المستعان؟ وما هذا إلا نتيجة لضعف الوازع الديني فيهم وضعف حب وطنهم أيضا معاشر الكرام. كيف يرضى الواحد بالذهاب إلى بلاد من كان يقتل آباءه وأجداده؟ فلا الدين يمنعهم ولا الغيرة تحجزهم من الذهاب إلى بلاد الكفر لطلب دنيا موهومة تذل فيها الأنفس عند أعداء الله جل وعلا. واسألوا من ذهب ورجع ماذا كان يعمل عند أعداء الله سبحانه وتعالى. فإن الأمر خطير جدا معاشر الكرام، فيجب على الشباب على وجه الخصوص أن يزموا هذه المرحلة، أعني مرحلة الشباب التي هي مرحلة القوة.